انت عارف ان ممكن يكون عندك معلومات اغلى من الذهب، بس انت اللي مش عارف ازاي تحولها لدخل مستمر. اتفرج معايا على الفيديو ده وانا هقولك ازاي. لو رجعنا الزمن شوية هتلاقي ان اغنى ناس كانوا في العالم زمان هم اللي كان عندهم اكبر كمية من الذهب. بس دلوقتي اغنى الناس في العالم هم اللي عندهم معلومة الناس محتاجاها. ايلون ماسك بيبيع ايه؟ معلومات علمية حطها في شوية صواريخ وشركات. توني روبنز بيقدم معلومات ذهنية وخبرات حياتية وكلام كبير في التنمية البشرية، بس باع بيهم ملايين الكتب والكورسات. ودلوقتي منصات زي كورسيرا ويوديمي بيبيعوا ايه؟ بالظبط كورسات، يعني معلومات. المعلومة النهاردة هي العملة الأغلى في السوق. تفتكرني ببالغ؟ تعال أقول لك ليه المعلومة أغلى من الذهب. أولا، الذهب محدود، لكن المعلومات والعلم تقدر تطلع منه آلافات المنتجات. كورس، كتاب، استشارة، تدريب مباشر، كلهم من نفس المحتوى ونفس نوعية المعلومات. تاني حاجة، اللي محتاج المعلومة بيدفع فورا. اللي عنده مشكلة وهتقدم له حل هيدفع أكتر بكتير من اللي بيشتري حاجة مش ضرورية. تالت نقطة، المعلومات بتنتشر أسرع من أي حاجة تانية. يعني تقدر تبيع الكورس بتاعك النهاردة لواحد في بلد تانية خالص وانت نايم. في دراسة من ماكنزي بتقول إن حجم التعليم الأونلاين أو التعليم الرقمي هيوصل ل 375 مليار دولار سنة 2026. يعني مش كلام فاضي، احنا بنتكلم في صناعة ضخمة جدا على مستوى العالم كله. طيب تستفيد ازاي من الصناعة دي؟ خطوات بسيطة جدا. واحد، حدد نوع المعلومة اللي عندك واللي الناس فعلا محتاجاها. اتنين، جهزها في صورة منتج رقمي، حاجة اونلاين الناس تقدر تاخدها بشكل سهل وبسيط بس معمولة بشكل احترافي. تلاتة، ابني فانل ماركتينج مظبوطة تقدر توصل بيها المعلومة للناس الصح في الوقت الصح. أربعة، ابدأ، لأن العلم والخبرة اللي عندك ممكن تبقى مصدر دخل كبير ليك بس أنت مش واخد بالك. قول لي كده في الكومنتات إيه المعلومات أو المهارات اللي عندك ممكن تتباع لناس تانية محتاجاها بس أنت مش واخد بالك. هستنى الكومنت بتاعك. السلام عليكم.